لو فكرنا مع بعض شويه هنلاقي قد ايه المسكنات اختراع عظيم جدا. تخيل كده يبقى عندك صداع او الم في جسمك او في اسنانك وعامل لك ازعاج ومقريفك وتاخد حبايه سحريه تضيع لك كل الالم ده. لا فعلا اختراع عظيم. فهي المسكنات حلوه وجميله وزي الفل، ولكنها سلاح ذو حدين. زي ما ليها فوائد فهي ليها اضرار ومشاكل جانبيه كتير لو استخدمناها بشكل غلط. فتعالوا بقى نتكلم شويه عن المسكنات، نعرف انواعها وازاي بتشتغل في جسمنا وايه اضرارها علينا. بس في الاول ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين والسودان وكل الدول العربيه، ربنا ينصرهم. معاكم دكتور عمرو نبيل الطنيخي واهلا بيكم في فيديو جديد. المسكنات من اسمها هي مجموعة من الأدوية بتخفف وبتسكن الألم والالتهابات في جسمنا، وفي أنواع كتير من المسكنات بنستخدمها. عندك مثلا عيلة الباراسيتامول زي البنادول والسيتال والأدول وغيرهم من الأدوية. الباراسيتامول هو مسكن وخافض للحرارة، وميزة الباراسيتامول إن هو خفيف ولطيف كده على جسمنا. الميزة الكبيرة للباراسيتامول إن هو آمن جدا جدا طول ما بنستخدمه بالجرعات المحددة والمسموح بيها. ولكن خد بالك، هو الباراسيتامول آمن وزي الفل، ولكنه ممكن يبقى شرير قوي قوي لو انت تجاوزت الجرعه المسموح بيها، انه ساعتها ممكن يعمل مشاكل خطيره جدا في الكبد. انت لو عندك مثلا صداع او اي الم خفيف في جسمك واخدت حبايه او حبايتين باراسيتامول فالدنيا تمام وزي الفل. لكن لو عندك دور برد مثلا وهتمشي على الباراسيتامول كام يوم فلازم تلتزم بالجرعات اللي يحددها الدكتور او الصيدلي. اما العيله الثانيه من المسكنات ودي اللي انا عامل الفيديو اصلا عشانها، هي النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز، او بالعربي مضادات الالتهابات غير الاسترويديه. والانواع دي بنستخدمها كتير قوي زي الباي الكوفان والفولتارين والكتافلام والبروفين وغيرهم من الادويه في المجموعه دي. مشكلتنا اللي احنا مش مدركين ضرر الادويه دي علينا. فتعالوا بقى نعرف حكايه النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز. في الاول كده يا صديقي عايز اقول لك ان لما بيحصل التهاب في عضو او في نسيج في جسمك بتبدا مواد تتفرز في جسمنا بكميات كبيره، وهي البروستاجلاندينز. والبروستاجلاندينز هي اللي بتسبب الاحساس بالالم. فاحنا لو عايزين نقلل من الاحساس بالالم نعمل ايه؟ برافو عليك، نقلل من البروستاجلاندينز في جسمنا. في كده انزيم موجود في جسمنا اسمه الكوكس، وده المسؤول عن تصنيع البروستاجلاندينز. فاحنا لما نمنع انزيم الكوكس ان هو يشتغل كده هنقلل من تصنيع البروستاجلاندينز، وبالتالي هنقلل من الالم والالتهابات، وكمان هنخفض درجه الحراره. وهنا بقى يجي دور النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز زي الباي الكوفان والكتافلام والبروفين والادويه دي. الادويه دي بتقلل من تصنيع البروستاجلاندينز عن طريق انها بتمنع انزيم كوكس ان هو يشتغل، وبالتالي هنقلل من الالم والالتهابات. طيب ما المسكنات حلوه وزي الفل، او فين المشكله بقى؟ المشكله يا صديقي زي اي حاجه في حياتنا الحلو فيها ما بيكملش. هل في حاجه حلوه كملت في حياتك للاخر فما جاتش على المسكن يعني؟ فاكر الكوكس اللي اتكلمنا عنه من شويه وقلنا انه بيقلل من تصنيع البروستاجلاندينز وبالتالي بيقلل من الالم والالتهابات؟ للاسف لقينا ان الكوكس ده نوعين، في منه نوع طيب وفي نوع شرير. النوع الطيب هو كوكس 1، وده مهم جدا لحمايه جدار المعده والحفاظ على تدفق الدم في الكليتين. فكوكس 1 اللي هو الطيب ده بيصنع البروستاجلاندينز اللي بتحمي المعده والكليتين. اما بقى النوع الشرير فهو كوكس 2، ده المسؤول عن الالم والالتهابات والكلام اللي احنا مش حابينه ده. للاسف بقى المسكنات مش بتفرق بين كوكس 1 وكوكس 2. معظم المسكنات في عيله النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز بتكون نون سيلكتيف، يعني بتقفل كوكس 1 وبتقفل كوكس 2. لما بنقفل كوكس 1 كده احنا بنضر الكليه والمعده، ولما بنقفل كوكس 2 كده بنقلل الالم والالتهابات. اذا المسكنات زي ما ليها فوائد فهي ليها اضرار، وبالتالي هي سلاح ذو حدين. في بقى دواء مشهور من العيله دي من الادويه اسمه السيليكوكسب، والدواء ده بقى ميزته انه سيلكتيف، يعني بيشتغل بس على كوكس 2 اللي هو كوكس الشرير، وبالتالي بيقلل الالم والالتهابات وتاثيره بيكون بسيط على جدار المعده. دكاتره العظام والروماتيزم بيكتبوه للمرضى اللي عندهم الام والتهابات في المفاصل، ولكن طبعا بالجرعات المحدده والمناسبه لكل مريض. احنا قاعدين بقى نقول ان مضادات الالتهابات غير استرويديه زي ما ليها فوائد فهي ليها اضرار، بس ما تقلقش الاضرار دي مش بتحصل من حبايه او اتنين. يعني انت لو عندك صداع واخدت حبايه باي الكوفان الدنيا تمام مفيش اي مشكله اكيد. طول ما انت بتستخدم المسكنات استخدام صح بالجرعات المسموح بيها فمفيش اي قلق ان شاء الله. ولكن المشكله الكبيره في الافراط في استخدام المسكنات عمال على بطال. الاستخدام المفرط للمسكنات على المدى الطويل بيعمل مشاكل في المعده زي ما قلنا، ممكن يعمل التهابات وقرح في المعده ويحصل نزيف من الجهاز الهضمي. كمان استخدام المسكنات عمال على بطال وعلى المدى الزمن الطويل هيأثر بالسلب جدا جدا على الكليتين، خلي الكليتين يشتغلوا بكفاءة أقل وبالتالي وظائف الكلية هتتأثر. كمان لقوا إن الإفراط في استخدام المسكنات دي بيكون له تأثير سلبي على القلب.
في بقى عيله ثالثه من المسكنات ودي انا مش هتكلم عنها النهارده، وهي المسكنات الافيونيه شبه الترامادول والمورفين. الادويه دي بتستخدم في اضيق الحدود وتحت اشراف طبي كامل، بتستخدم في انواع الالم الشديد زي الالم اللي بيحصل لبعض مرضى السرطان او بعد العمليات الجراحيه الكبيره. الخلاصه في موضوع المسكنات ان المسكنات سلاح ذو حدين، لو استخدمتها صح وبالجرعات المناسبه اللي بيحددها الدكتور فان شاء الله مفيش منها اي مشكله. اما بقى لو قعدت تاخد في مسكنات عمال على بطال والمده زمنيه طويله فلا تلومن الا نفسك. ونصيحه يعني لو انت عندك الم بسيط صداع او اي الم خفيف فالافضل تاخد مسكن امن زي الباراسيتامول، ولو عندك الم مزمن وبتضطر تاخد مسكنات كتير فالافضل تروح تكشف عند الدكتور عشان تعرف السبب وتعالجه. وبس كده، وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده، واستنونا في فيديوهات تانية. سلام عليكم.